محدش فينا ما بيحبش كرة القدم. علشان كده النهاردة أنا هخليك تعمل أقوى تصميمات لماتشات الكورة زي اللي قدامك كده، سواء لدوريات وبطولات عالمية أو محلية. كل ده بشوية خلطة سحرية من غير كلام كتير. سلامي وتحياتي ليكم جميعا، معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا نشوف هنعمل كده إزاي. زي ما عودتكم على الخلطات السحرية بتاعتي اللي بتوفر معاكم وقت ومجهود وبتديكم النتيجة المرضية، فده البرومبت بتاع درس النهاردة اللي هيعمل لك أقوى بطاقات المباريات في ثواني. ما تنساش تكتب لي في التعليقات لو أنت محتاجه. كل اللي عليك تعمله هتكتب اسم الفريقين هنا، سواء كان منتخبات أو فرق. لو عايز الأسماء بالعربي أو الإنجليزي هتكتب جنبه. أنا هخليه إنجليزي، ألمانيا والبرازيل مثلا، وهخلي الأسماء بالإنجليزي، وبتنسخهم كمان مرة وتحطهم من تحت هنا. بعدين بتكتب اسم البطولة أو الدوري. أنا هكتب بما إننا داخلين على كأس العالم، فأنا هكتب اسم البطولة وهخليها برضو بالإنجليزي، وبنسخها برضو وبحطها تاني من تحت. بعدين هنا بكتب تاريخ المباراة والوقت بتاعها، وشكرا على كده. بنسخ البرومبت كله مع بعضه واروح على موقع removeowatermark.online. كنت اتكلمت عنه في الدروس اللي فاتت، هسيب لكم روابط المواقع اللي استخدمتها في الوصف أسفل الفيديو. بعد ما بسجل على الموقع بروح على AI Image واختار منها GPT Image 2. بضيف البرومبت بتاعي هنا، بعدين بحدد المقاس، أنا هخليه بالعرض. بعدين بحدد الجودة، أنا هختار 2K. بعدين بضغط على Generate وانتظر شوية يحمل معايا. ولحد ما يخلص تعالوا نجرب موقع تاني معانا، وهو insmind.com. كنت اتكلمت عنه قبل كده برضو، وبيقبل التسجيل بإيميلات مؤقتة عادي. برضو بختار موديل GPT Image 2 وبضيف البرومبت بتاعي. بعدين بضغط على جنريت واستنى يحمل معايا النتائج. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ حاجة آخر جمال، إعلان قوي وجذاب مع التأثيرات والحركات بتاعت بوسترات الكورة. طب بصوا كده على النتيجة التانية، حاجة آخر فخامة من غير برامج ولا غيره، في ثواني ويكون معاك أقوى تصميم. طب تعالوا نجرب منتخبات تانية، هنخليها مثلا البرتغال والأرجنتين علشان نشوف رونالدو وميسي هيطلعوا ازاي. بنسخ برضو البرومبت واروح اضيفه على الموقع وانتظر شوية يحمل معايا الإبداع والسحر. أيوة كده، شايفين بقى الفخامة؟ ده بوستر عالمي يا جدعان، مش بوستر لمباراة. طب شايفين كده الحلاوة التانية؟ أنا هسيبكم انتوا تحكموا بنفسكم. طب تعالوا نجرب بطولة تانية أو دوري تاني. هختار مثلا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وهغير البطولة لدوري أبطال أوروبا، وبأكد على أسماء الفرق المنافسة واسم البطولة من تاني. بعدين بنسخ البرومبت كله واروح اضيفه على الموقع. المرة دي هضيف معاهم موقع arena.ai الغني عن التعريف طبعا. بحط البرومبت واضغط على السهم وانتظر شوية لحد ما يحمل. وتعالوا برضو نضيفه على موقع insmind.com ونشوف النتائج مع بعض. هنا نتيجة موديل نانو بنانا 2 مختلفة خالص، وفي أخطاء في اللعيبة بتاعت الفريقين. وكذلك الأمر حصل مع موديل GPT Image 2. وكويس إن الموضوع ده حصل علشان أقول لكم في الحالة دي هنعمل إيه. شايفين هنا كمان نفس المشكلة، مغير في لعيبة الفريقين وجايب ناس مش موجودة أصلا. الحل بكل بساطة، هتروح على جوجل وتبحث على اللعيبة اللي محتاجها في التصميم، أو لعيبة الفريقين المنافسين. يعني أنا هنا مثلا هجيب لعيبة باريس سان جيرمان وبحملها. بعدين بروح على الموقع ده footyrenders.com، وده موقع متخصص في صور اللاعبين بجودة عالية وكمان PNG. هسيب لكم رابط الموقع في الوصف أسفل الفيديو. ببحث على لعيبة ريال مدريد وبحملها. بعدين برفع الصور بتاعة الفريقين واضيفها مع البرومبت علشان الذكاء الاصطناعي ما يجيبش لعيبة من دماغه، وانتظر شوية يحمل. شايفين كده؟ أهو بدأ يستوعب صور لعيبة كل فريق. شايفين كده الجمال لما رفعت الصور مع البرومبت؟ سهل عليه إنه يعرف لعيبة كل فريق بشكل مظبوط. الظاهر إن الذكاء الاصطناعي ملوش قوي في الكورة. طب بصوا كده على الموقع التاني، بعد ما رفعت له برضه صور اللاعبين مع البرومبت حسن من النتيجة بشكل كبير جدا. طب تعالوا نشوف الدوريات العربية هيطلعها ازاي. هكتب له مثلا مباراة للأهلي والزمالك المصري، بعدين هكتب اسم الدوري الممتاز أو دوري نيل أعتقد. بعدين بأكده من تحت على أسماء الفرق واسم البطولة أو الدوري. بعدين بنسخ البرومت كله مع بعض واروح أضيفه على الموقع،
وبرفع مع البرومت صورة اللاعبين بتاعة الفريقين وشكل الكاس، لأن الذكاء الاصطناعي ما يعرفش لا أهلي ولا زمالك. وانتظر شوية لحد ما يحمل. شايفين؟ موديل نانو بنانا 2 مازال بيبهرنا بالتوهان اللي هو فيه، جايب لعيبة معتزلة وبدل كمان قمصان اللاعبين. أيوة كده، شايفين موديل جي بي تي ايمج 2 ظبط الأداء، إعلان كلاسيكو فعلا مش أي كلام. طب تعالوا نجرب حاجة كمان عن دوري روشن السعودي. هكتب مثلا الهلال والنصر السعودي، بعدين بكتب اسم الدوري من تحت وانسخ البرومت كله واروح اضيفه على الموقع. بعدين بروح اجيب صور للعيبة نادي الهلال علشان اضيفها مع البرومت، وكذلك الامر لعيبة نادي النصر، واضغط على السهم وانتظر شوية يحمل. ايه رأيكم بقى؟ والله حاجة تحفة الصراحة، كل ده بضغطة واحدة بس. وفي النهاية أتمنى الدرس يكون عجبكم. ما تنسوش تبعتولي في التعليقات لو محتاج البرومت، والاشتراك واللايك الجميل وانت معدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.